بقول لك ايه، تعرفش ادوات ذكاء اصطناعي استخدمها في شغلي؟ اعرف طبعا. طب ما تقول لي كده بالله عليك على اي حاجه. هقول لك على كذا اداه هتفيدك في شغلك، ولو عندك اخ لسه بيدرس هقول لك برضه على كذا اداه هتفيده. ده انت كريم جدا، ايه ده؟ ويا عم في كل اداه هقول لك ازاي تستخدمها بالظبط ومين بالظبط اللي يستخدمها. مش عارف اقول لك ايه والله. قول لي بقى. هقول لك بس ما تنساش احنا في القرن ال 21، الحق افهمك وحقك تكون فاهم. يلا بينا. ايه هي ادوات الذكاء الاصطناعي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا مفاهيم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو انت اول مره تشوفني فانا بحاول اساعدك انك تحسن من حياتك كل يوم وبصوره مستمره. لو انت مهتم بالمحتوى اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك اشعار لما ننزل فيديو جديد. ولو انت من الفهيمه فسيب قلبك وصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ادوات الذكاء الاصطناعي فهيم حاليا بقت مغطيه كل المجالات. في ناس كتير قوي شغلها كله بقى معتمد على ادوات الذكاء الاصطناعي، لان الادوات دي تقدر توفر عليك ساعات وساعات من التعب والمجهود اللي ملوش لازمه. وبما اننا كلنا بنستنى الديدلاين في الشغل او الدراسه وبنزنق نفسنا لحد اخر يوم قبل تسليم الشغل او الدراسه، فالادوات اللي هنتكلم عنها النهارده تقدر تنقذك من الموقف الرخم اللي انت بتتعرض له ده. لان اصلا خلاص احنا وصلنا بالتكنولوجيا للوقت اللي قدرنا نعمل فيه ادوات تساعد الناس على اداء بعض المهام بشكل اسرع واسهل وادق، فتقدر انك تستخدم الادوات دي في شغلك او في دراستك. وانا النهارده جاي اعرض لك شويه من ادوات الذكاء الاصطناعي، والحلو في الموضوع ان كلهم مجاني، يكونوا هم الباب اللي هيخلوك تحتك بادوات الذكاء الاصطناعي وبالذكاء الاصطناعي. وهقسم لك الادوات دي في كاتيجوريز عشان ما تتوهش مني وتقدر ترجع لهم تاني، وهسيب لك لينكات كل الادوات في الوصف. وهنبدا بالقسم الاول والمشهور وهو قسم التشات بوت. واول اداه في القسم ده وهي برضو الاداه الاشهر هي تشات جي بي تي، وهي تقريبا اول حاجه احنا سمعنا عنها في الذكاء الاصطناعي وعمل ضجه كبيره جدا. وهو بيكون عباره عن شات بينك وبين الاداه، تقدر تساله اي حاجه وهو بيجاوبك. لو انت مبرمج فتقدر تساله عن اي كود وهو هيجيبه لك. لو بتعمل مقاله معينه فهو يقدر يجيب لك المقاله بالمصادر بتاعتها. انا عن نفسي بستخدمه احيانا في عمليات البحث اللي بتكون قبل عمليه كتابه السكريبت للفيديوهات اللي بتطلع قدامكم. طبعا شات جي بي تي 4 بفلوس، لكن برضه تقدر تستخدم شات جي بي تي 3.5 وهو مجاني، هيكون شغال معاك كويس جدا. لكن الفرق ما بينه وما بين شات جي بي تي 4 انه ما نزلوش ابديت اخر سنتين، عشان كده المعلومات اللي هتاخدها منه مش هتلاقيها ابديتد لاخر سنه، لكن هو مجاني بشكل كامل. لو انت طالب وعندك برزنتيشن فتقدر تستخدمه في عمليه البحث، او لو بتدور على فيديو معين على جوجل او على مقاله معينه ومش لاقيها فتقدر تساله وهو هيجاوب. وتقدر برضه تساله عن اي حاجه في تكنيكال الشغل بتاعك وهو يقدر يجاوبك. هو حقيقي في مقام مساعد ليك في شغلك، ودي حاجه حلوه جدا. ندخل على التشات بوت اللي بعده، هو تشات بوت من شركه جوجل وهو اسمه جوجل جيميناي. فكرته نفس فكره شات جي بي تي، وهو عباره عن شات بالذكاء الاصطناعي. تقدر برضه تساله اي سؤال وهو هيجاوبك عليه. والحلو فيه انه فيه تمبلت جاهزه تقدر تستخدمها لو انت بتفكر في اي حاجه ومش عارف تكتبها ازاي. يعني مثلا لو انت محتاج منه انه يعمل لك نظام غذائي او يعمل لك نظام تمرين، تقدر تضغط على تمبلت مدرب شخصي وهو هيجيب لك رساله جاهزه تقدر تعدل فيها على حسب احتياجاتك، وتبعت الرساله وهو هيرد عليك. وكل ما تعمل ريلود بيجيب لك رسائل مختلفه تقدر تستخدمهم. على سبيل المثال في رساله عن كتابه السيره الذاتيه، ورساله ثانيه دليل للمبتدئين للرسم بالالوان المائيه، ورساله عن خطه دراسه لاي لغه او اي كورس، ورسائل ثانيه مختلفه كتير جدا تقدر تنقي منهم اللي يناسبك وتستخدمه. وتقدر برضو تساله بنفسك اي سؤال وهو هيجاوبك عليه. والتطبيق شغال عربي وانجليزي، وحقيقي بيوفر وقت كبير جدا عن الفتره اللي كنت بتستخدم فيها بحث جوجل. فاي حاجه انت محتاجها تقدر تسال تطبيق جوجل جيميناي وهو هيجاوبك، لان التطبيق ده كويس جدا وهيفيدك جدا في شغلك. او لو انت طالب برضو تقدر تستخدمه. والاحلى بقى انك تستخدم كل التطبيقات دي في كل حاجه في حياتك، وهقول لك ازاي. لكن بعد ما اقول لك التطبيق الثالث واللي هو كوبايلوت. كوبايلوت يا فهيم هو تشات بوت من شركه مايكروسوفت، والحلو قوي فيه انك تقدر تعمل عليه صور بالذكاء الاصطناعي تقدر تستخدمها في اي حاجه في حياتك. تقدر تستخدمها في المونتاج للريلز والفيديوهات، او في برزنتيشن او اي حاجه تتخيلها. وبرده كوبايلوت فيه بيرسونال ترينر تقدر تساله عن اي حاجه في التمرين، وتقدر برده تخليه يعمل لك نظام غذائي محسوب بالسعرات الحراريه بتاعتك انت. وتقدر برده تستخدمه في المقالات والبحث والاكواد واي حاجه في خيالك التشات بوت يقدر يجيبها لك. وانا نصيحتي ليك انك تستخدم اي تشات بوت من الثلاثه في كل حاجه في حياتك. يعني مثلا بدل ما تستخدم محرك البحث من جوجل تقدر تستخدم اي تشات بوت فيهم، لان النتيجه بتكون اسرع واكثر دقه. اي حد فينا قادر انه يستخدم التشات بوت في الدراسه او الشغل او التصميم، وممكن تستخدمه كمدرب شخصي او اي حاجه تتخيلها ممكن تستخدم فيها التشات بوت. كمان في ميزه حلوه قوي انك تقدر كمان تستخدمه من الموبايل، فهو كانه مساعد شخصي تقدر تاخده معاك في اي حته. دخل التشات بوت معاك في الشغل او الدراسه وفي اي حاجه في حياتك. اول ما تحس ان النتائج اللي بيجيبها لك اقل من اللي انت محتاجها، ساعتها تقدر تعمل ابجريد وتشترك مثلا في تشات جي بي تي 4 او اي تشات بوت مدفوع، لانه طبعا بيكون اكثر دقه. دول اهم 3 تشات بوت تقدر تستخدمهم وبشكل مجاني. تقدر تستخدمهم باللغه العربيه او بالانجليزي. ندخل على القسم اللي بعد كده وهو قسم الكتابه.
تكست. واول اداه معانا في القسم ده وهي اداه لوجيك بول، وده موقع كوبي رايتنج تقدر تستخدمه في اي حاجه ليها علاقه بالنصوص. والفرق ما بين القسم ده وقسم التشات بوت ان القسم ده مختص قوي بالنصوص، وبالتالي ده هيكون اكثر دقه في اي مواضيع ليها علاقه بالكتابه. يقدر يعمل لك سمري للينكد ان، ويقدر يعمل لك ديسكريبشن للفيديو. انا استخدمته عشان يطلع لي افكار ترتيب الحلقه اللي انا بعرضها لكم دلوقتي. تديله العنوان وهو بيطلع لك الافكار الرئيسيه في الفيديو، ويقدر برده يطلع لك عنوان لفيديو يوتيوب، ويقدر برده يكتب لك سكريبت. فهو في ميزه عظيمه ان هو مختص قوي في الاعمال الكتابيه. فالموقع هيساعدك بشكل كبير في دراستك وفي شغلك. طبعا الموقع مجاني، لكن ممكن بعد فتره يطلب منك انك تعمل ابجريد، لكن وقتها تقدر تعمل ايميل جديد وتسجل بيه وتستخدمه بعدها بشكل مجاني وعادي جدا. الموقع طبعا بيدعم اللغه العربيه. جرب الموقع وان شاء الله هيفيدك. الاداه اللي معانا بعد كده واللي في نفس القسم وهي اداه شات جي بي تي رايتر، ودي بقى اداه لطيفه قوي قوي قوي، وهي عباره عن اكستنشن او اضافه تقدر تزودها لجوجل عشان تساعدك في كتابه الايميلات بشكل اسرع واكثر دقه. والاداه دي هتقدر ترد لك على الايميلات اللي بتجيلك بشكل احترافي وبضغطه زرار بس. الاضافه دي هتشتغل معاك بشكل مجاني، وهتشتغل معاك بالعربي وبالانجليزي، لكن لازم الاول تكون مسجل في شات جي بي تي 3.5، ولازم يكون مفتوح معاك على البراوزر. والاضافه من شات جي بي تي وحقيقي هي مفيده جدا واختصرت عليا وقت كبير في كتابه الايميلات. الموقع اللي بعد كده هو موقع زوبيا. الموقع ده برضو تقدر تستخدمه في كتابه المقالات وكتابه السكريبتات وافكار للفيديوهات، وتقدر تعمل منه بحث للكليه بتاعتك. والموقع بيدعم اللغه العربيه. جربه ولو عجبك دوس يا باشا. الاداه اللي بعد كده والاخيره في قسم الكتابه هي اداه اي اي ثور. الموقع ده بروفيشنال جدا في حل الاساينمنتات بتاعه الجامعه. الموقع تقدر تاخد منه سلايدات زي ما انت عايز، وتقدر كمان تحدد صيغه الكلام اللي هيتكتب لك بيه البحث، هل عايزها بروفيشنال او عايزها فريندلي. والحلو فيه انه بيجيب لك المصادر اللي هيتكتب بيها البحث بتاعك، وتقدر تعمل داونلود للبحث او المقال اللي انت عملته بصيغه PDF. وطبعا هيفيدك في شغلك وهيفيدك جدا في الدراسه، وبيدعم اللغه العربيه ومجاني. فجرب المواقع دي واللي تحسه فايدك اكتر خليك معاه. وكده احنا خلصنا قسم الكتابه. ندخل على القسم اللي بعد كده واللي انا عارف ان انت مستنيه، وهو قسم الصور والتصميم. قبل ما اقول لك على المواقع ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه عشان نوصل مع بعض ل 100,000 فهيم وفهيمه قريب قوي ان شاء الله. اول موقع معانا يا فهيم هو موقع ادوبي فايرفلاي. موقع من احسن المواقع اللي تقدر تاخد منه صور معموله بالذكاء الاصطناعي. تقدر انك توصف الحاجه اللي انت عايزها وهو هيطلعها لك، او ممكن تروح على الصور الجاهزه اللي في الموقع وتعدل في البرومبت بتاعها وتطلع الصوره زي ما انت عايز. وهتقدر تطلع من الموقع ده افكار كتير قوي على حسب احتياجاتك. والحلو فيه انه مجاني. الموقع الثاني اللي معانا هو موقع ليكسيكا. تقدر برضو انك تاخد صور جاهزه وتعدل عليها، او تجنريت صور من دماغك بعد ما توصف له انت عايز الصوره عامله ازاي بالظبط. الموقع حلو جدا والصور اللي بيطلعها واقعيه بشكل كبير، وبرضو مجاني، فانت معاك حريه الاختيار، ومعاك كذا برنامج تقدر تعمل عليه الصور بالذكاء الاصطناعي. وفي موقع اسمه ليوناردو AI، وده برنامج مشهور وبيعمل صور احترافيه جدا، لكن اول ما بتسجل فيه بيديك عملات تقدر تستخدمهم عشان تعمل الصور بتاعتك. ولما العملات بتخلص لازم تعمل ايميل جديد تسجل بيه عشان يديك عملات جديده، او تشترك في الموقع عشان يفتح لك عملات اكتر. لكن الموقع حلو جدا وبيطلع الصور بواقعيه كبيره. كده احنا خلصنا قسم الصور والتصميم. ندخل على القسم اللي بعد كده والمهم قوي هو قسم البراندنج. في القسم ده هتقدر تعمل براند شخصي ليك. هو بسيط شويه لكن حلو جدا، وممكن مش احترافي قوي، لكن هو مجاني وتقدر تبدا بيه البراند بتاعك. اول اداه معانا في القسم ده وهي اداه براند ميكر. والاداه دي تقدر تعمل من خلالها لوجو، وتقدر تكتب اسم البراند بتاعك او الاسم اللي عايزه يكون في اللوجو، وتحدد السلوجان بتاعك او الكلمه المميزه للبراند، وبعدين هتحدد بعض الكلمات المفتاحيه اللي هتحدد شكل اللوجو بتاعك، وعندك حريه الاختيار في الالوان اللي عايز اللوجو بتاعك يكون بيها. وبعد ما تخلص هتدوس جنريت وهو هيعرض لك كذا لوجو تقدر تختار منهم اللي يناسبك. وطبعا عشان هو مجاني فهو مش بطال في شكل اللوجو لو انت لسه بتبدا البراند بتاعك. وفي موقع تاني اسمه نيم شيب برضه هيعمل لك لوجو بنفس الخطوات، لكن بيكون محدد اكتر لانه بيكون مديك حريه اكتر في اختيار نوع الخط والسمك بتاعه وشكل الكلام. فانت جرب الموقعين لو محتاج تعمل لوجو، والشكل اللي يعجبك اعتمده في البراند بتاعك. طبعا الموقعين مجاني 100%. الموقع اللي بعد كده حلو قوي وانا استخدمته، PF ميكر. الموقع ده بيعمل لك صور شخصيه احترافيه جدا تقدر تستخدمها على الانستجرام بتاعك او على بيج الفيسبوك. لو انت عامل لنفسك بيرسونال براند فتقدر انك تعمل عليه صوره تحطها كبروفايل بيكتشر في البراند بتاعك. كل اللي عليك انك ترفع الصوره اللي عاجباك وهو هيقصها وبيعمل لها اديت لوحده خالص، وهيعمل لك كذا صوره وبرده تختار منهم، وتقدر برده تعدل على الصوره اللي عجبتك براحتك. فانا شايفه موقع ممتاز جدا والنتيجه بتاعته كويسه، خصوصا انه مجاني فتقدر انك تستخدمه. الموقع اللي بعد كده جامد جدا وهو موقع لومينا 5. الموقع ده بقى تقدر تستخدمه عشان يعمل لك برزنتيشن احترافي وبسهوله جدا. فلو انت طالب ومطلوب منك برزنتيشن، او لو انت شغال في شركه واتزنقت في برزنتيشن ووصلت للديدلاين، فتقدر انك تستخدم
الموقع هيساعدك جدا انه يعمل لك برزنتيشن بشكل احترافي. طبعا كلنا بنوصل للديدلاين لان معظمنا بيفضل ياجل لحد الديدلاين بيوم، فالموقع ممتاز جدا انه ينقذك في المواقف اللي زي دي. تقدر انك تكتب كل حاجه انت عايزها في البرزنتيشن بتاعك، وتختار كمان التمبلت اللي هتستخدمه، وبعد ما الموقع يجنريت تقدر تعدل عليه بسهوله جدا وتعدل على الباك جراوند. هتجرب الموقع ولو تمام اعتمده في شغلك. اخر اداه معانا وهي اداه كريز. الاداه دي بتعمل اديت على الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي. لو انت فاتح ميتنج على زوم ميتنج او اي موقع تاني، فالاداه تقدر تعمل لك نويز ريدكشن لصوتك وتقلل الضوضاء من حواليك وتظبط صوتك شويه عشان الناس تقدر تسمعك. فالاداه حلوه جدا للناس اللي معظم شغلها او دراستها بيكون ريموتلي او بعيد، ما بيحضروش يعني، فتقدر تستعملها، هتكون اضافه حلوه قوي ليك. كده احنا يعتبر غطينا معظم الجوانب اللي تقدر تستخدم فيها الذكاء الاصطناعي في الدراسه او في الشغل. في موقع اخير، الموقع ده بيجمع لك كل ادوات الذكاء الاصطناعي اللي اتعملت واللي لسه هتتعمل. تقدر تعمل عليه سيرش لاي اداه ليها علاقه بالذكاء الاصطناعي، لانه مجمع كل الادوات ومقسمهم لك في كاتيجوريز، كمان بيعرفك ايه المجاني وايه المدفوع. فالموقع حلو وهيفيدك لو انت بتدور على اداه ذكاء اصطناعي معينه عشان تقدر تستخدمها. ما تنساش ان استخدام الذكاء الاصطناعي بقى اجباري مش اختياري. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك اشعار لما ننزل فيديو جديد. وما تنساش احنا عايزين نوصل 100,000 قريب، فادعمني بالاشتراك وشير الفيديو على قد ما تقدر، وان شاء الله نوصل مع بعض. اشوفكم الحلقه الجايه.